السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا متابعين قناة حسام فيد مودرن، معاكم في فيديو جديد. هنعرض لكم ركنة مودرن حرف ال سرير وصحارة تخزين مع ترابيزة ذكية. بسم الله ما شاء الله. تم تنفيذهم لصديق القناة الأستاذ محمد جمعة صالح من محافظة اسكندرية. الأستاذ محمد كلمنا من فترة، حجز معانا الموديل، عرفناه بميعاد التسليم وسعر المنتج هيكون كام، وقال لنا على المساحة لأن الركن بننفذها بالمتر يا جماعة. قال لنا على المساحة، حسبنا له المساحة وسعرها هيكون كام، وتم التنفيذ على حسب ما طلب مننا، وبعت لنا الموديل اللي هننفذ زيه ان شاء الله. الفيديو اللي قدام حضراتكم فيه الركنة قبل وبعد التشطيب، خشب زن احمر بالكامل، ميكانيزمات بسم الله ما شاء الله مستوردة. مساحة الركنة 2.25 متر في 1.25 متر، وتم تنفيذها على حسب ما طلب مننا الأستاذ محمد. تم تنفيذها قماش كتان معالج ضد المية والاتساخ، حاجة ما شاء الله جميلة جدا جدا. الترابيزة مقاسها 70 في 70، بتفتح معانا 70 في 140 سنتي، في ارتفاع 80. بعد التشطيب هيتم دهانها بويا فرن متالك، حاجة بسم الله ما شاء الله هتكون ممتازة جدا جدا يا جماعة. ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم. والفيديو طبعا بعد التشطيب موجود بعد عرض الفيديو للشغل وهو خشب. الطلبية متطبق عليها خصم 10%، معاها الشحن هدية، مع الركنة بف هدية. واللي حابب يعرف تفاصيل أكتر ياريت يشاهد لينك الفيديو التعريفي الموجود تحت في وصف الفيديو. واللي حابب يستفسر عن منتج معين ياريت يبعت لنا رسالة على الواتس أو التليجرام، الرقم متثبت على الشريط أسفل الفيديو. ده بفضل الله الفيديو بتاع الركنة بعد التشطيب يا جماعة. بسم الله ما شاء الله عليها مجموعة تكاوي هدية، 2 مخدة هدية تم تنفيذها تشريح في القواعد زي ما احنا شايفين، حاجة بسم الله ما شاء الله ممتازة جدا جدا. تم تنفيذها على صورة الأستاذ محمد كان باعتها لنا وطلب، نفذناها زي ما طلب مننا الحمد لله. كذلك التشطيب من الظهر برضه نفس التقسيمة بتاعت القواعد. بسم الله ما شاء الله حاجة ما شاء الله ممتازة جدا جدا. الشغل اسفنجات كثافة 35، وطبعا خشب زن أحمر زي ما انتم شفتم في أول الفيديو. مساحة الركنة زي ما قلنا 2.25 متر في 1.25 متر. وده البف الهدية اللي هو البف الصغير، مقاسه 40 في 40، في ارتفاع حوالي 45 سنتي، اللي هو البف اللي قدامنا في الجنب ده يا جماعة. استخدام الركنة طبعا سهل جدا زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معانا، حاجة بسم الله ما شاء الله ممتازة جدا جدا. مهما كانت المساحة عند حضراتكم صغيرة ممكن ننفذ فيها ركنة يكون فيها سرير، وتستخدم كسرير لو عندنا ضيوف أو إحنا كأهل المنزل حابين نستخدمها. الأمر يبقى جميل جدا حتى لو المساحة عندنا صغيرة. ده زي ما قلنا يا جماعة بسم الله ما شاء الله البف. كل القطع المتحركة فايبر سوبر سوفت ببطانة من الداخل بسوستة واتنين جرار، عشان ست البيت لو حبت تغسل القماش ولا حاجة الأمر يبقى بالنسبة لها سهل جدا، ما يخرجش الفايبر والحاجات اللي جوه في الحشو توسخ البيت ولا حاجة. لا، معمولة في بطانة بسم الله ما شاء الله عبك أبيض من الداخل. دي الترابيزة زي ما احنا شايفين، المفصلات بتاعتها والعجل مستورد، والعجل فيه قفل، كل عجلة فيها قفل بتتقفل عشان ست البيت تحركها وتثبتها في المكان اللي هي عايزاه. دي القفل بتاع العجلة يا جماعة. كل عجلة من الأربع عجلات فيها قفل عشان ست البيت تحركها براحتها وتثبتها في المكان اللي هي حباها، محدش من الأولاد يعرف يحركها ولا حاجة. مساحة الترابيزة 70 في 70 في ارتفاع 60 سنتي دلوقتي بعد ما ركب لها العجل. وارتفاعها هي ترابيزة سفرة، ومقاسها 70 في 140 سنتي في ارتفاع 80 سنتي. دي الركنة بسم الله ما شاء الله يا جماعة زي ما احنا شايفين، تشريح حاجة بسم الله ما شاء الله ممتازة جدا جدا. وكل الخطوط بسم الله ما شاء الله ماشية مع بعضها. استخدام الترابيزة سهل زي ما احنا شايفين، الميكانيزم بتاعها مستورد والمفصلات مستوردة، كذلك العجل بتاعها مستورد. مساحتها كده زي ما قلنا 70 في 140 في ارتفاع 80 سنتي. وطبعا ال الميكانيزم فيه
2 خزنة باكن من كل جنب، بتقفل سوفت كلوز زي ما احنا شايفين. في نهاية الفيديو بنشكركم على حسن التواصل والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.